boa tarde. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Pergunta em português para o Hakimi. Hakimi, até a última Copa, muito provavelmente o Brasil seria considerado favorito contra o Marrocos. Depois de tudo que vocês fizeram na última Copa do Mundo, o Marrocos chega em condições de igualdade para enfrentar o Brasil ou o Marrocos ainda é um underdog? Désolé. Ah ouais, désolé. Je pense que أعتقد un match comme ça, أن مباراة كهذه comme ça, comme la Coupe du Monde, بطولة كبيرة مثل هذه ليس هناك فرق مرشحة أكثر من غيرها. ستكون مباراة متوازنة وقد تكون من نصيب هذا الفريق أو ذاك بناء على بعض التفاصيل، ونأمل أن نكون الظروف لصالحنا حتى نسجل الأهداف وندافع جيدا أيضا، ولا أعتقد أن هناك فرق مرشحة أكثر من غيرها. السلام عليكم. إلى محب لو سيت انفو سبور. كيسيون للحكيمي وكيسيون سؤال لحكيمي وسؤال لوهبي. تيبغوا المونطال بزاف، كيفاش بريباريتي اللعابه مونطالمون لهذا الماتش؟ حكيمي بعدا كيف أعددت اللاعبين من الناحية الذهنية؟ واش كتشوف ان هاد الجينيراسيون قادره تمشي بعيد، تمشي حتى الفينال ديال كوب دي موند ديال لان تعتقد أن هذا الجيل يمكنه أن تقدر تدير كوب دي موند يتقدم إلى مرحلة بعيدة؟ Le mental, oui, mais comme dans tous les matchs. الناحية الذهنية نعم، ولكن في كل المباريات حتى عندما تلعب ضد فريق ليس اسمه البرازيل ينبغي أن تكون القوة الذهنية حاضرة، ينبغي أن نتحلى بالثقة، والمغرب دخل في بعد جديد الآن، وطبعا نحن لا نخشى البرازيل ولكننا نحترمه كثيرا. أنا لم أقم بشيء خاص في إعداد المنتخب، نحن لدينا مبادئنا وقيمنا ونعرف من نمثل ونعرف من أجل من نلعب. اللاعبون يتحلون بالثقة ولديهم مواصفات ممتازة، إذا سنأخذ هذه المباراة كمباراة الأولى في كأس العالم. للرد على السؤال، شكرا على التهنئة. صحيح أن نحن جيل مختلف عن جيل 2022، لكن هناك لاعبون كثيرون عشنا تجربة كأس أفريقيا ونعرف ما هي مسؤوليتنا، وكما قال المدرب لدينا مبادئنا وقيمنا، ونحن سنخوض كل مباراة على حدة ونعزز الثقة ونأمل أن يكون كل شيء جيدا. لدي سؤال لقائد الفريق والمدرب. ماذا تقول لنا عن منافسنا وأشرف غدا؟ سوف تواجه زميلك ماركينوس في باريس سان جيرمان، هل تبادلت معه الحديث حول هذه المباراة قبل مواجهة الغد؟ بالنسبة للبرازيل لن أقول شيئا جديدا، الجميع يعرفون البرازيل وهم لاعبون بمستوى عال فرديا وجماعيا، والمدرب جد أعزز مبادئ عديدة، وأنا قرأت جميع كتبه، أنا أعرف جميع أسراره. لا، هو البرازيل وهم يستحقون كل احترام. كثيرون يقولون أنه ليس البرازيل السابق، ولكنه يظل البرازيل ولديهم الرغبة في أن يفوزوا
بكأس العالم، وبالنسبة لنا هي مباراة مهمة جدا، خاصة المباراة الأولى ضد البرازيل، وهذا لا يغير من هدفنا وخياراتنا. أعتقد أنه بالنسبة لماركينيوس لم نتحدث كثيرا، كل منا يركز على منتخب بلاده، ولكن كنا في باريس معا ومزحنا كثيرا وقلنا أننا في الملعب لن نكون زميلين في الفريق، ولكننا سنكون خصمين أو منافسين، والأفضل الفوز سيكون الأفضل. Bonjour coach, Nasreddine Nasri. مرحبا. Tout d'abord, bravo مدرب. pour la décision شكرا على القرار الذي اتخذتموه de libérer 2 joueurs بإبعاد لاعبين مصابين. هذا قرار شجاع. كيف عاشت المجموعة هذه هذا الوضع؟ جميع الصحفيين والجمهور المغربي ندعمك ونتطلع إلى الفوز غدا. شكرا جزيلا. ما ينبغي أن نعرفه ليس الأمر أن نأخذ القرار أم لا، نحن المهم عندنا هو الأداء، ونحن تبادلنا مع جميع اللاعبين وخاصة مع المصابين، وينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا، لأن 40 مليون مغربي ينتظروننا. ليس القرار قراري أنا وحدي، لكنه قرار اتخذناه معا، ولا ينبغي أن نقول أنك لست جاهزا تخرج من المنتخب. لا، لم تسر الأمور بهذه الطريقة. أنا أود أن أشكر هذين اللاعبين ونايف خاصة الذي عانى كثيرا وبذل جهدا ليعود، ولكنه قال لا أعتقد أني سأعود إلى المستوى الذي تريد أن أكون عليه. هذا موقف جدير بالاحترام. المجموعة كيف عاش ذلك؟ قائد الفريق الذي سيرد كما قال المدرب de la part de Naïef et de Abdé نايف وعبدي حدث ذلك. qu'il a fait et aussi l'encouragement comme l'a dit le coach وتشجيع من المدرب، وهو قال انه ليس جاهزا وترك مكانه للاعب يكون في وضع افضل، وكنا حزنا لخروجهما من المنتخب، ولكن ذلك سيكون دافعا اضافيا بالنسبه لنا لنلعب من اجلهما ومن اجل المغاربه، ونحن سنبذل كل جهد ممكن في الملعب من أجلهما. Bonjour coach. Bonjour. مرحبا المدرب وحكيمي. بالإنجليزي. The questions for the coach. السؤال للمدرب. You normally use the أنت تستعمل طريقة 4-2-3-1 بحسب المنافس تغير. بالنسبة لمباراة الغد هل نرى ضد المغرب؟ هل تريد أن أعطيك خطة اللعب الغد؟ لا، أعتقد أن لديهم مسؤولين فنيين حللوا ما قام به الفريق وما قمت به. لدينا مبادئ واضحة، لدينا نظام ليس متغير وليس جامد في طريقة واحدة، نغير حسب ظروف الملعب. لا أدري لماذا أنت مستعجل لتعرف منذ الآن. انتظر الغد. The gentleman in the middle in the blue shirt. Ahmed Talal, le CTV. Achraf Hakimi, félicitations pour تهانينا أشرف حكيمي لفوزك بدوري الأبطال مع PSG. كان هناك جمهور كبير خلال مباراة المغرب والنرويج، وجمهور عريض سينتظركم غدا.
par rapport à ce ماذا تقول لهذا الجمهور المغربي الذي انتقل من مدن عديدة في المغرب لكي يدعمكم؟ السؤال لمحمد وهبي، كأس العالم 2025 كنتم المجموعة الثالثة، هل المجموعة الثالثة ستكون لها حظ؟ شكرا على التهنئة. ثم كما قلت أنا لا أشك في المغاربة وفي تشجيعهم ودعمهم للمنتخب، وقد رأيت ذلك في مختلف البطولات، ورأيت ذلك في مباراة النرويج، جميع المغاربة كانوا موجودين وقدموا تضحيات كثيرة لكي يأتوا ويشاهدوا مباراتنا، ومتأكد من أن غدا سيكون هناك المزيد من المغاربة أكثر من البرازيليين ربما، وهم يدعموننا، ونشعر بهذه القوة التي يمنحها لنا دعمهم لنا، وهذا حافز إضافي لكي نقدم كل شيء في الملعب، ونحن فخورون بكم كما أنكم فخورون بنا. Oui, concernant, moi je suis pas superstitieux. Vraiment. لا أؤمن négatif ou positif. Moi je crois au travail. الحظ، أنا أؤمن بالعمل والثقة وكل شيء آخر من عند الله. Coach, salam alaikum. Voilà. Walid Loubaf, squad Tozem. Une question le coach. سؤال للمدرب. D'entraînement le barh. Qui dit les entraînements ديالو بالبالون. ما نسولكش واش يكون titulaire bien sûr, mais غير قربنا من la situation ديالو وصافي pour le moment. Merci. Mais c'est une question quand même. C'est bien, c'est intelligent. هذا سؤال ذكي. هذا non, bien entendu que je vais pas parler de l'équipe, mais لا نتحدث عن الفريق، لكن اللاعب الذي حضر التدريب هو جيد. وسيكون لدينا حصة تدريبية، ثم سنتخذ قرار حول التشكيلة الأساسية. قلت ما هو إيجابي هو أن الجميع جاهزون ويمكن أن يشاركوا، ومعنى ذلك أنه بحالة جيدة. Okay, the next question on the second row. Coach, السلام عليكم. عبد المولى السباعي من شوف تيفي. حكيمي بعدا فيليسيتاسيون بالفوز ديالك. تهانينا لحكيمي. بالنسبه للصحافه البرازيليه فهم متخوفين من المواجهه ديال المنتخب المغربي بزاف. واش كيتعتبر يعني جانب من الضغط علينا ولا يعني واحد النقطه اللي هي ايجابيه وغادي تخلي الضغط عليهم هما اكثر؟ شكرا. Non, salam alaikum. Déjà ils ont pas peur. هم لا يخشوننا ونحن ايضا لا نخشاهم. Je pense qu'ils nous respectent. اعتقد انهم يحترموننا، والمغرب الان لديه مكانه في الساحه الدوليه، وكما قلت دخلنا في بعد جديد ونحظى باحتراما اكبر، وانا يعجبني ذلك. احب ان يحترمنا الاخرون، ولكن الهدف هو ان نؤكد ذلك وان يستمر هذا الاحترام لسنوات طويلة، وعلينا نحن أن نبذل كل جهد ممكن حتى نستفيد من هذا الإرث ويستمر احترامنا، لكن هم يحترموننا ونحن نحترمهم.